بص يا سيدي، ضرب السد العالي وإغراق 10 مليون من مصر. في البداية أنا ليا تلات تعليقات أو تلات تعقيبات مع حضراتكم. ضرب السد العالي دي محتاجة اسم يكون مذكر، يعني التهديد أو التصريح يعني اللي أطلق من الشخص ده يكون مذكر. كان ممكن يكون في شوية قلق بالنسبة للمصريين، ولكن بما إن إحنا شايفين الاسم مؤنث هنا تحت ما يسمى سوسن، فلا داعي من القلق. ثانيًا الدفاع الجوي من الجيش المصري العريق، خير جنود أو خير أجناد الأرض ال24 ساعة على مدار ال24 ساعة فوق السد العالي. ثالثًا وده الأهم يعني، دي رسالة لكل المصريين. إحنا عندنا عاملين حسابنا في مصر هنا، لو انهار السد العالي، بعيدًا عن إن ممكن يتم ضربه يعني والخزعبلات اللي إحنا بنسمعها ديّة، عندنا هنا أنابيب خزانات بترمي في الأراضي الصحراوية مساحة لا تُقدّر من مياه السد العالي ومن تخزينها. يعني في أثناء ضرب السد العالي عندنا أنابيب رفع بتاخد المَيّة بتودّيها الأراضي الصحراوية بكمية المَيّة اللي هي متخزّنة في السد العالي. يعني شئتم أم أبيتم، تصريحاتكم كلها ما لهاش أي لازمة، تهديداتكم ما لهاش أي لازمة. مش هنيجوا معاكم بأي سكة من السكك، ولكن السكة الوحيدة اللي إحنا مكملين فيها إن حفظ الله مصر ورئيس مصر وجيش مصر وشعب مصر، شاء من شاء وأبى من أبى. يبقى أنا طلعت وقلت لحضراتكم التعليق البسيط من راجل بسيط، ولكن هاترك التعليق السياسي للسياسيين وللناس اللي فاهمة أكتر من كده. ولكن تعليقي البسيط زي ما قلت لحضراتكم تهديد إنثوي، يعني مش ذكوري، اللي هدد بضرب السد العالي تحت ما يسمى سوسن. 1. 2. حماية الدفاع الجوي من الجيش المصري على السد على مدار ال24 ساعة. ثالثًا لو افترضنا واتضرب السد وماتوا 10 مليون مصري، هيتم زوال سوسن على الخريطة. ومصر ولادة، يعني مش بس 10 مليون، يعني يموتوا 10 مليون، يستشهدوا 10 مليون، هيجوا 10 مليون. وضيفوا على كده أنابيب الرفع اللي بترمي في الأراضي الصحراوية. مصر مش بتلعب يا سادة يا محترمين. مصر وقيادة مصر بتعمل على مدار ال24 ساعة في مصلحة الوطن. مع كامل احترام وتقدير لحضراتكم جميعا، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.